اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهارده مع بعض قفص الطماطم ونلحق نفسينا قبل ما الطماطم تغلى، لان هي يعني في ازدياد في السعر بتاعها الايام ديت. فالايام الجايه هتكون السعر بتاعها غالي جدا، فانا هعمل القفص عشان يقعد معايا وقت كويس، يعني لحد ما ترجع لسعرها الاولاني او سعرها الطبيعي تاني. وهنعملها بطريقة حلوة جدا وهنخزنها من السنة للسنة، هتوفر معانا كتير جدا في الفلوس وهتوفر كمان معانا في الوقت، بتبقى متسبكة وجاهزة لأي وقت. هجيب الطماطم واحطها في مصفى كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اغسلها كويس تحت الحنفية وتكون مية جارية كده، واشيل اي حاجة فيها تكون مش حلوة، واشيل الزعنفة بتاعتها اللي بتكون فوق ديت وانضفها كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة اغسلها كويس، واي حاجة فيها مش حلوة اشيلها، ولو الطماطمية طرية او فيها اي حاجة اشمها، لازم ان انا اشمها، لان لو فيها اي حاجة مش حلوة ممكن تبوظ لي كل الطماطم. لو بطماطمية واحدة ممكن تبوظ لي الطماطم كلها. الريحة بتاعتها اللي بتبقى عاملة زي اكنها حمضانة او حاجة فيها كده مش حلوة بتبوظ الاكل خالص. فانا هطمن ان الطماطمية بتاعتي سليمة مفيهاش اي حاجة، هبدأ ان انا اقطعها بقى بالشكل واقطعها 4 تربع واحطها في حلة. شايفين؟ بشيل الحاجات اللي بتبقى من فيها من فوق ديت وبغسلها كويس، واجيب بقى الطماطمية اللي تكون ناشفة وكويسة هشيلها في طبق واشيلها في التلاجة، استخدمها في سلطة، استخدمها في اي حاجة بتقعد معايا فترة لان بتكون جامدة. فانا اللي الاقيه جامد بشيله على جنب. هتعب يوم واحد بس هرتاح كتير، هرتاح فترة كبيرة جدا، وبجد بتبقى طعمها احلى كتير من ان انا اضربها في الخلاط واشتغل بيها على طول. دي بترجعنا لايام زمان، ايام اجدادنا، طعم الاكل بيها بيبقى حلو قوي. جربوا الطريقه دي وجربوا الطريقه دي، هتلاقوا اختلاف كبير جدا في طعم الاكل. بصوا شايفين انا شلت الطماطم اللي هي الجامده دي في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ان انا ارفع بقى الطماطم بتاعتي التانية المتقطعه ديت في الحلل. رفعتها على النار وحطيت لكل واحده نص كوبايه من الميه وسبتهم ان هما يتسلقوا كده مع بعض. الريحة كده تحفة حتى وهي بتتسلق. سهلة جدا اطلعها في اي وقت، اعمل مكرونة، اعمل حاجة كده سريعة، متاخدش مني وقت خالص. هقلبها بقى كويس لان بتلزق في القاع تحت وممكن تتحرق معايا، فكل شوية لازم ان انا اقلبها. اول ما بتغلي فبوطي عليها واسيبها بقى تتسلق كده مع نفسها، بس لازم كل شوية اقلبها كده لحد القاع. طبعا الكمية كبيرة فخدت مني بتاع نص ساعة، ساعة الا ربع على النار. بعد ما غليت وطيت عليها واستوت بقى كده في نار هادية زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما تغطوهاش عشان هتبهدل لكم البوتاجاز، هتفور وتعمل فوران كتير جدا وتبوظ البوتاجاز وتبوظ الحاجة. فعادي لو اتسابت من غير غطا هتستوي وهتبقى كويسة. هجيب بقى تهدى شوية كده وتبرد، هضربها في الخلاط وابدأ ان انا اصفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرجع اصفيها تاني برضو في حلة، هصفيها كده من كل القشور اللي بتكون فيها والبذر بتاعها والحاجات دي. ممكن ان انا استخدمه بيها عادي، بس انا بحب ان انا اخليها تبقى ناعمة كده من غير اي شوائب فيها. هصفيها بقى كويس، طبعا سخنة جدا، يعني انا سبتها تهدى بس شوية وبعد كده ضربتها في الخلاط. مش هقدر ان انا استخدم ايدي، فالموضوع صعب. سبتها تهدى شوية وبعد كده بدأت ان انا استخدم ايدي عشان اتخلص من كل القشور اللي فيها دي وكده، وفي نفس الوقت ما استهلكش، يعني ما هدرش من الصلصة. رجعتها تاني بقى في حلة كده كبيرة وحطيت عليها معلقتين كده من السكر علشان الحموضة، وبعدين السكر مادة حافظة ليها، وعشان يعني بينجز معايا في الوقت، مش كل ما اجي استخدم صلصة احط لها السكر والحاجات دي، لا بحط على كل الكمية. واحط معلقتين كبار من البابريكا، بجد بتخلي لونها حلو جدا وبتخلي كمان طعمها حلو جدا، وخصوصا لو بابريكا مدخنة بتخلي اللون الاحمر بتاعها مركز وبتخلي لونها حلو. في ناس بتستخدم البنجر بس انا مش بحب طعمه في الاكل، او انا مش بحب اصلا البنجر فمش بحب ان انا استخدمه، بس بيكون حلو قوي وبيزود القيمة الغذائية كمان للاكل بتاعنا. لو حابينه ممكن تسلقوه تضربوه في الخلاط مع الطماطم.
هسيبها بقى تغلي شوية كده لحد ما تتركز اكتر وتتخلص من اي سوائل فيها، عشان لو فيها سوائل فيها مية وفيها اي حاجة هتتخلص منها وتكون تقيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ قوامها بقى مركز وحلو جدا. هقلبها برضو عشان ما تتحرقش مني او تلزق في القاع. هجيب بقى اكياس، انا بشتري الاكياس دي من السوبر ماركت او من اي مكان، وهجيب الكوبايه المعياريه بتاعتي وهبدا ان انا احط الاكياس كده في اي كوبايه. دي كوبايه ايس كريم، كنت جايبه فيها ايس كريم. ممكن اي كوبايه عندنا، بس دي عشان كبيره فكانت هتاخد مني كميه اكبر غير الكوبايات العاديه. انا عشان لسه كانت سخنه شويه فما كنتش هقدر ان انا امسك الكيس في ايدي واحط بيه، فحبيت ان انا استخدم الكوبايه عشان ملسعش ايديا. هنزل بقى باي حاجه انتوا تحبوها، يعني في ممكن نحط كوبايتين من الصلصه، ممكن نحط كوبايه واحده، على حسب الطبخه او على حسب اللي انتوا هتستخدموه. يعني انا مش بعمل كميه كبيره لان انا بعمل اكل كل يوم، مش بعمل اكل يكفيني يومين، فانا عايزه كميه صغيره. يعني يا دوبك هما كوبايتين، كوبايه ونص، ممكن احط 3 كوبايات، على حسب. في اكياس بحطها كوبايتين وفي اكياس بحطها 3 كوبايات، على حسب ما تحبوا. ممكن تملوا الكيس عادي وبعد كده تفوق، يعني لما تيجوا تستخدموه تسيبوه في التلاجة عادي، ممكن يقعد اكتر من يوم في التلاجة ما يجرالوش اي حاجة. ممكن يقعد بالاسبوع في التلاجة في علبة تلاجة او في حوضة، ونطلع منه بالمعلقة على حسب ما نحب يعني، ونرجعه تاني للتلاجة ما بيجرالوش اي حاجة. هبدأ بقى ان انا اعمل كده بالمعيار بتاعي او الكمية بتاعتي اللي انا حباها. هربط بقى الكيس كويس، بس اخرج منه الهوا كده زي ما انتوا شايفين والفه. لازم ان انا الفه كده علشان لما اربطه برضو ما يخرجش مني صلصة او سوائل او كده. بس حطيت تاني بقى حلتين تاني على النار، يبدأ ان هما يتسلقوا برضو، وهعمل تاني نفس الموضوع. يعني كان عملوا معايا بتاع 4 أو 5 حلل. خلصت معايا الكمية اهي زي ما انتوا شايفين، كمية حلوة قوي وبتقعد معايا كمان فترة طويلة. هحطها بقى في الدرج بتاع الفريزر بتاعي، هفرشه كده اي حاجة من تحت عشان تحافظ على نظافة الدرج، متخلوش اللي هو يتوسخ او اي حاجة. اما اجي بقى اغير او احط مرة تاني بشيل الكيس ده خالص ويدوبك امسح الدرج، وبعد كده احط الكمية التانية او الكمية الجديدة. بيحافظ لي على نظافة الدرج جدا. شايفين الكمية ما شاء الله حلوة قوي. والفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.